الرئيس ديال فرنسا سرق معلقه الملك الراحل الحسن الثاني من القصر. تقدر تبان لك على ان هذه القصه غريبه، ولكن هذه القصه راه حقيقيه. واحد النهار في واحد الاحتفال كان كيجمع الملك الراحل الحسن الثاني بالرئيس ديال فرنسا السابق جاك شيراك، فكانوا جالسين كياكلوا على المائده ديال الطعام. شويه الرئيس ديال فرنسا غادي تبان له واحد المعلقه ذهبيه زوينه محطوطه فوق الطبله. جاك شيراك شاف على اليمين وعلى اليسار، ما لقى حتى شي واحد كيشوف فيه. هو هز داك المعلقه وحشاها في جيبو. الملك الراحل الحسن الثاني كاع ما شافو، ولكن شافوا احد الحراس في القصر الملكي وقالها للحسن الثاني. فالملك الحسن الثاني ما بغاش على انه يحرج الرئيس ديال فرنسا ويقول له حط داك المعلقه. فالحسن الثاني قال له جاك شيراك اش بان لك ندير لك واحد الخدعه سحريه؟ قال له الحسن الثاني هز واحد المعلقه فوق الطبله وخبعها في جيبو وقال له ها براكادابرا. قال له شوف راه غادي تلقاها مخبعه في جيبو. هذه القصه ما جبتهاش من راسي، ولكن ذكرات في واحد البرنامج فرنسي سميتو كومون سافا بيان، وكيقولوا على انها قصه حقيقيه. Qui a fait une chose merveilleuse, il a pris lui-même sa petite cuillère et il a dit voyez ma petite cuillère, abracadabra, il l'a mise dans la poche et il a dit et c'est vous monsieur le président qui avez ma petite cuillère. Et le président